صباح الخير، صباح الأنوار، أسعد الله صباحكم وأكرمنا وإياكم بالعفو والعافية وراحة البال. إن شاء الله راكم ملاح، أنا في نعمة الحمد لله. قبل ما نبداو الفيديو كما العادة ما تنساوش تصليو على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نبداو على بركة الله. كما ولفتكم مع بنت زمان ديما نرجعكم للماضي الجميل والذكريات الشابة، والخبز المقلي هو خير بداية لنهارنا وخير ذكرى لأيامات الطفولة. قولوا لي إذا ما زلتم نتوما ديروه ولا حبستوا. صراحة نحسو هو من الحاجات اللي كانت تحلي صباحات زمان، هو والسفنج، مي دركا بداو يغيبوا شوية على طابلة الفطور. مع انه ما نحبش القهوه، مي الايامات اللي ما نرقدش فيهم مليح نشرب قهوه باش نفطن. اني راقده من 4 ل 8 الصباح، سما 4 سوايع، نط راسي يوجع، عينيا منفوخين، ماني فاهمه والو الدنيا. كان لازم نشرب قهوه باش نفطن ونخدم شغلي. فطرت كملت ودخلت للصالون. على بالكم باللي كيما فرشتو في العيد وكما حطيت الطبله في العيد كلشي باقي على حاله. اول حاجه بديت بها هزيت هذيك الزربيه، كانت كما الجبل على ظهري، والحمد لله اللي كنت بربي وهزيتها. هزيت الزربيه ومن بعد وليت خبيت الماعن اللي جبت في العيد اللي استعملت، مسحتهم وخبيتهم. هاد لي سيرفيات لا كنشفاو شريتهم في العيد الصغير وباقيين كما راهم، بالك ناقصين منهم واحد 3 ولا 4. خاطر لهنا في ميلا قلت لكم ما عندناش لا فامي بزاف، سما في العيد قليل هكا اللي يجيو عندنا بنت عمي وعندنا خالتي وعندنا اختي، هذا ما كان. حنا لا فامي تاعنا كومبلي راهي في جيجي، يعني خوالي وعمومي. المهم خبيت الماعن ونحيت الفراش اللي لازم يتغسل ومسحت الغبره، ومن بعد وليت سيقت. ما على باليش اذا كان نتوما تاني تحسوا كيفي ولا غير انا وما. شوفوا على بالكم كي تكون الدنيا مغبره شغل نولي نقلق منها، نقلق للاخر، تولي تبان لي سخونه، تولي تبان لي فيها الكآبه، مانيش عارفه. مي كي تسيق تخفاف وتبرد، سورتو دكا في الصيف. قولوا لي اذا نتوما تاني تحسوا هكا ولا هذا عندي مرض. الفيديو تاع اليوم مجرد فيديو بسيط، فيه روتين صيفي كأي روتين في أي دار جزائرية، يعني ما فيه حتى حدث كبير ولا تغييرات ولا كاش طبخة زعما هكا تقليدية، ابار هذاك الخبز المقلي تاع زمان. هذا ما كان حبيت نطلع ليكم خاطر والفتوني نتوما كل حد وخميس نطلع ليكم. هيا ومن بعد جبت عليكم كما جبت عليكم. الفيديو اللي فات كامل لمتوني وقلتوا لي علاه وليتي تطولي وعلاه وليتي ما تحطيناش وكذا وكذا. اسما كان لازم نعاود نريكوبيري ونعاود نولي نطلع لكم كل حد وخميس. ليسونسيال راني ندير البوسيبل تاعي باش نولي نحط لكم كل حد وخميس فيديو، بصح ان شاء الله نلقى الدعم منكم، خاطر ما نكذبش عليكم نهار نلقى الدعم نتحفز انا وحدي نولي حابه نحط لكم هكذا في الوقت. بصح نهار ينقص لي الدعم زعما ويهبط، شغل كنولي مانيش عارفه، نولي متكاسله، فهمتوا؟ المهم نرجعوا للفيديو تاعنا. كما شفتوني سيقته عطرته وقفلت الطاقه باش يبقى بارد. هذه الحكمه من بكري موجوده، تاع تسيقي وتقفلي باش تبقى لك بارده الدنيا في الصيف. ومن بعد تغدينا، سامحوني شهيتكم في الجنه ان شاء الله. تغدينا ورحنا درنا فيها قيلوله. القيلوله تاع الصيف ما كاش كما هي، بنتها وحدها والله. المهم لهنا كانت القايله بلاك الوحده ونص، ولا كانوا خواتاتي البنات يتفرجوا في هذا المسلسل. انا التلفزيون ما نكذبش عليكم لا علاقه به، وليت حرفيا لا علاقه به. ايماجيني ما نعرفش حتى نشعلو، صاي نسيت عليه دوك، انا التليفون وخلاص. المهم نخليكم نتوما تتبعوا الفيديو، وانا نشارك معكم موضوع، مش موضوع، شغل تحدي. هذا التحدي تحدي خفيف على القلب مي ثقيل في الميزان. هو تحدي ختم القرآن في شهر
وصلاة الفجر في وقتها. بصراحة الفكرة في راسي من رمضان، بصح ما جاش الوقت المناسب باش نشاركها معاكم. ومن جهة خلاف كما على بالكم في رمضان الناس كامل تكون ملتزمة بالصلاة وقراءة القرآن وكامل شغل يتنافسوا باش يختموا. مي الضربة تاعنا انه كي يخرج رمضان ما نبقاوش ملتزمين شغل نطلقوا. وانا من بينهم، انا مش مثالية، وانا تاني نغلط ونقصر شغل هكا في حق العبادات اللي مفروضة علينا واللي مش تاني مفروضة. المهم الكمال لله وحده. على بها الخطرة هذه يعني نويت وحبيت نبدا الفكرة معاكم ونتشاركوها ونتحفزوا مع بعضنا ونحاولوا نثبتوا على هذا الروتين. نتمنى نلقى يعني الدعم منكم شغل ونلقاكم نتوما تاني حابين. فهمتوا؟ طريقة ختم المصحف بزاف سهلة. شوفوا المصحف فيه 604 صفحة، صافي كيما نقسموها على 30 يوم طيح في النهار 20 صفحة. هذيك ال20 صفحة كيفاه نقسموها في نهارنا؟ حنايا عندنا 5 صلوات، كل صلاة نقراو فيها 4 صفحات، نحسبوهم نلقاو باللي في نهارنا نقراو 20 صفحة. سما في شهر رانا خاتمين المصحف. وصلاة الفجر راهي باينه، يا ترقدوا بكري باش تنوضوا يا تسهروا تكملوا سهرين حتى تصليوا وترقدوا. خاطر دكا الفجر راهو يأذن بكري كما البارح أذن 23 دقيقه. سما ديروا حسابكم. واذا عجبكم التحدي وطبقتوه كما يكمل الشهر تحبوا تكتبوا لي في التعليقات ختمت وصليت، او تخليوا لي قلب ابيض وهكذا نفهم باللي راكم شاركتوا في التحدي. وما درتش هذا التحدي باش نعت روحي ونبين لكم زعما باللي راني ملتزمه ولا نجهر بالحسنه، لا لا بالعكس، حبيت نكون دلال خير وفقط. وقلت لكم باللي انا تاني مرات نكون بعيده بزاف على ربي، مي الحمد لله راني نحاول وربي اللي يعلم بالنوايا، وان شاء الله ربي يقدرنا. وهذا مكان لهنا تعشينا شهيتكم في الجنه. تعشينا كملنا وما تشوكيوش من الكميه تاع الفرماج. انا الكومبير كنت ما ناكلوش خلاص، والخطره هذه ما فهمتش علاه وليت ناكلو بالكميات هذه. المهم كما كملنا سيقنا وغسلنا الماعن ورحنا نرقدو. هذا ما كان نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يا ربي كنت خفيفه على قلوبكم، ونتمنى يوصلكم التحدي بنفس النيه اللي في قلبي، وربي يرزقنا الثبات ويجمعنا على طاعته. نقول لكم نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله اذا كنا من الاحياء. وما تنساوش تخليوا لي جام وتعليق وتشاركوا القناه مع احبابكم باش تكبر اللمه تاعنا. سلام.